السلام عليكم أصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بكم في قناة عالم شيماء المبدع. وحشتوني جدا 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 من آخر فيديو قدمناه مع بعض. النهاردة جاية لكم بقى بفيديو حاجة كده خطيرة جدا جدا جدا. أنا فكرت فيها كذا مرة لأني كنت محتاجة إن أنا أعملها، وبحثت كتير كتير جدا على اليوتيوب علشان خاطر أنفذ الفكرة دي، بس ما لقيتش حاجة بالطريقة ولا بالنظام ده ولا بالشكل ده. هنعمل مع بعض فكرة النهاردة حاجة ما شاء الله تحفة كده وخطيرة جدا. بس اتفرجوا على الفيديو للنهاية علشان خاطر تعرفوا فكرتنا كانت عن ايه بالظبط. بس ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة علشان خاطر يوصل لكم كل جديد بإذن الله، وتستفادوا بالأفكار والفكرة الجميلة دي. وإن شاء الله في أفكار كمان جاية كتير بإذن الله. يلا بينا نبدأ الفيديو. دي بنت كانت الستارة. شفتوا الستارة الحلوة اللي كانت متعلقة دي؟ هي كانت البرجع بتاعها متدبس في الخشبة، متدبس تدبيس. كنت كل ما اجي اعين البرجع ده علشان خاطر اصبنه، ما كنتش بعرف اعينه خالص، وكنت بصبنه بالخشبة واطلع الخشبة الطويلة العريضة اللي هي البلتكانة دي في البلكونة واقعد اصبن. يعني كنت حاجة وحشة خالص جدا جدا يعني. كنت بنجهر بجد. فالبرتكانة دي متعلقة كده. بصوا، شفتوا المسمار ده؟ المسمار ده يعني هي متعلقة كده فيه، هو مسمار متني كده زي ايه، زي مسمار السنارة، مش عارفة بيقولوا عليه ايه. اهو هو المسمار كده واضح قدامكم من الناحية دي، وبرضو من الناحية التانية، يعني من الجنبين. هي ما شاء الله طول البرتكانة يعني حوالي 3 متر، وعندي واحدة كمان حوالي 5 متر. تمام. انا نزلت كده اللي هي البرتكانة دي. تمام. شوف اهو ده الحتة اللي بيتحط فيها المسمار، نزلتها بقى على الارض. شوف الدبابيس كان البرقع متدبس فيها. انا شلت البرجع خالص بالدبابيس بالراحة كده، بدأت ان انا اشيله واحدة واحدة. والمسامير اللي هي مدقوقة دي برضو انا كنت يعني ايه، في كنت عاملة فكرة ان انا مثلا هعمل لها خيط وهربط البرجع في المسامير دي، بس لقيتها يعني فكرة مش احسن حاجة. بدأ بقى الدماغ بتاع شوشو بقى، وانت عارفين لما دماغ شوشو يشتغل. عملت فكرة رهيبة بجد بجد رهيبة. بدأت ان انا بقى ايه المسامير ده اللي كل ده كان يعني كل مثلا 20 سنتي دقة مسمار، كل 20 سنتي دقة مسمار عشان خاطر اربطه. بدأت بقى ان انا ايه، افتكرت بقى فكرة وعملت فكرة جميلة جدا. حاجة جميلة ما شاء الله يعني عليه. بدأت بقى ان انا يعني اشيل كل المسامير دي معايا الشاكوش. بدأت ان انا اشيل كل المسامير دي واحد ورا واحد كده. وبرضو الدبابيس اللي كانت متدبسة بقى، هي الدبابيس بص اللي هو كبس الهوا ده، اللي هو الدباسة اللي بتبقى مع بتوع الستائر او النجارين دي، الدباسة اللي هي كبسة هوا. تمام. الدبابيس دي ما كانتش راضية تطلع يعني بسهولة. فانا بدأت ان انا ادجها واتنيها، ويعني اللي هو يعني اقطمها يعني. واللي كان بيطلع طبعا معايا سليم كنت باخده واستعمله بعد كده، يعني بادقه تاني. اتفرجوا معايا لاخر الفيديو علشان تعرفوا انا عملتها ازاي بالظبط. والله بجد فيديو يعني هيفيدكم جدا يا بنات، ويعني هتدعولي بجد. بس انا عايزة الفيديو ده يوصل اكبر عدد ممكن يعني، وتشتركوا في القناة. عايزة القناة تكبر بيكم كده ان شاء الله اكتر واكتر، علشان خاطر فيه شوية افكار تحفة ما شاء الله. وكمان انا قلت انزل لكم الفيديو ده بدري علشان خاطر يعني قبل العيد كده بقى، لو حد عايز مثلا يغسل الستاير ومحتار وكده يشوف الفكرة دي وينفذها. وما شاء الله والله فكرة جميلة يعني. كمية الاختراع بجد، اختراع بجد يا بنات. تمام. انا كده يعني هظبط كل الاماكن كده اللي فيها الدبابيس الكبس دي، يعني واحدة واحدة اهو. شوفوا المسامير كل ده انا هشيله وارجع لكم باذن الله. ورجعت لكم يا حبايبي يا اصحابي، وتعالوا نشوف الفكرة الجميلة بتاعتنا هنعمل ايه. حاجة جميلة جدا.
ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وزد وبارك عليه. فكرة بقى النهاردة اختراع، شوفوا بقى يا حبايبي ايه ده اسكوتش، ده ايه اسكوتش اللي هو فيه بيلزق في بعض، اللي هو الرقاطين ده، اظن يكون واضح قدامكم. إيه انا ايه يعني، شوفوا بقى انا خدت الاسكوتش ده، جبت اللي هي الحتة دي اللي هي الناعمة، دقيتها بقى، هدقها بالمسامير في البرتكان. أهو أنا كده بظبط الدنيا بس كده، وهدق بالمسامير في البرتكانة. يعني أنا هعملها يعني دلوقتي غلط، وهرجع إن أنا أشيلها تاني، يعني إيه ما ظبطتش معايا، لقيتها جاية بعوجة كده، فقلت إن أنا لأ، قلت أنا عايزة كل حاجة تبقى بالمسطرة، فرجعت إن أنا إيه أظبطها تاني، ويعني هاعينها وأرجع أظبطها تاني. معلش لو كان يعني الكاميرا بتروح وتيجي، بس علشان الإضاءة معلش. أنا كده بظبط وهدق باقي المسامير، يعني أنا فكرت إن أنا ألزقها بشمع، بس لقيت يعني الشمع مش هيبقى إيه أمتن حاجة، هي دي هتبقى حاجة متينة وحاجة كويسة، يعني إن أنا إيه أعملها. دي الستاير يا حبايبي اللي هي بإيه، اللي هي مش بحلق، لا هو أظن كلكم يا بنات عارفين اللي هي إيه الستاير اللي هي بتاعت البرتكانة دي، يعني بتعذبني برضو، بتغلبني عبال ما مثلا أطلع ألاعب كده. بس الحمد لله يا رب، الحمد لله اللهم لك الحمد إن أنا توصلت للفكرة الجميلة دي، يعني بقى لي يعني شهر كده عملتها اهوّة، بس أنا ما رضيتش إن أنا أعمل الفيديو، يعني إيه ما رضيتش إن أنا أعمل فيديو، كنت هانزّل فيديو على طول، بس قُلت لأ أمّا أشوفها فكرة عملية والّا لأ. والله بجد يا بنات يا حبايبي، يعني فكرة عملية ما شاء الله عليها. شوفوا أنا هنا لقيتها جاية بعوجة معايا كده، فبدأت إن أنا أجلع تاني بالراحة خالص، ماشي. والمسمار يعني المسامير مش طويلة خالص، يعني هي مسامير يعني 3 سنتي أو 2 سنتي، هي ممكن تكون 2 سنتي، يعني إن هي مثلًا تخش في سمك الخشبة بس. فأنا هنا بدأت أضبط الدنيا، ورجعت تاني إن أنا أضبطها وأخليها كل حاجة إيه بالمسطرة، علشان خاطر كل حاجة تبقى مضبوطة، يعني إحنا بنعمل حاجة هتمشي معانا للعمر، فكل حاجة تبقى مضبوطة. هنا أنا بادق المسمار كده، باضبط الدنيا برضه، وحاولت بقدر الإمكان إن هي تبقى مضبوطة، كانت بتشرد مني حتة يمين حتة شمال، بس أنا جبت بقى مسطرة وضبطت الدنيا، اللي هي خط هنا خط هنا خط هنا، يعني إيه إن بقيت ماشية بالمسطرة فعلًا يا بنات. ما تنسوش بالله عليكم تحطوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة علشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد منكم، لأن الفيديو ده بجد والله يعني ايه تحفة بجد يا بنات، ومفيد جدًا، جدًا، جدًا. وأنا باحاول بقدر الإمكان إن كل المحتوى بتاعي اللي أنا بانزّله يكون مفيد، لإن أنا باحب الحاجة اللي بتفيد، باحب الشغل اللي بيفيد، لإن أنا سِت بيت، وكل سِت بيت بتدوّر تخش تبحث على النت أو اليوتيوب أو في جميع السوشيال ميديا على حاجة مفيدة. سيبنا بقى من النقد الشغال، يعني كمية نقد شغال على القنوات الكبيرة اليومين دول حاجة فظيعة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا الله. ويعني خلّينا كده إحنا الحمد لله نحمد ربنا على كل حال، الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد يا بنات. فإن شاء الله يعني أنا كده باحاول بقدر الإمكان إن أنا أعمل كل شيء مفيد بإذن الله. فأنا هاكمّل بقى البرتكانة بحالها وكاملة يعني، وأرجع لكم بإذن الله. ورجعت لكم تاني يا حبايبي، خلّصنا البرتكانة، جينا بقى على الإيه، على البرجُع. البرجُع بقى أنا طبعًا كنت غاسلاه ومضبّطاه، بس إيه، اللي هو غسلته كنت مخيّطاه تخييط خفيف كده، فلمّا دخل في الغسالة بدأ إن هو يتفكفك كده، فأنا حطيت بقى علشان ما يتفكِّش كلّه، حطيت إيه، المشبك ده سِنِدته بيه كده عقبال ما إيه، آجي إن أنا أعمل الفكرة بتاعتي، تمام. فأنا إيه الفكرة بقى التانية، إن أنا هاجيب الوش التاني أو الشكل التاني، خلّيت الخشن اللي هو الوش السكوتش الخشن يبقى في البرتكانة، في البرجُع قصدي يا حبايبي، علشان خاطر لمّا يتصبّن الوش الخشن ده بيفضل خشن، ما يتضررش بحاجة،
تمام. اما الناعم ده بيستحملش الغسيل وتلاقيه بينعم ومش بيلزق بقى تاني على طول. تمام. فانا بدأت بقى ان انا جبت النيبر بتاعي الحلو اللي بينجزني في كل المهمات الصعبة، وبدأت ان انا هخيط بقى كل الشريط ده في البرجر. هي كانت حاجة صعبة، بس يعني الحمد لله ان هي تيجي على حد كده. تمام. علشان خاطر دي هتبقى حاجة العمر يعني، وهيفضل معايا على طول. فالحمد لله ان هي بس يعني بأبسط التكاليف وبأقل التكاليف عملت الفكرة بتاعتي. فكرة جميلة جدا. انا كنت هوديه مثلا البرجر ده يتخيط عند الخياط، بس قلت وليه وان انا اطلع بحاجتي وهودي الفكرة مثلا دي للخياط او كده، محدش يعني هيفكر انا عاملة ايه. يعني عندنا هنا في البلد في الارياف ازاي ده؟ لا ده فكرة مش معرفش طب ما تسيبي كل حاجة على ما هي. يعني انا كنت بقول لجوزي في الاول ان انا هعمل كذا كذا كذا، قال لي انت لا، وانت هتتعبي نفسك على الفاضي، وانت معرفش ايه ومش هتنفع وهتبوظي الدنيا ومعرفش ايه. بس بعد ما عملتها يا بنات، عايزة اقول لكم ان هو بجد بجد يعني بجد انبهر. معلش يعني من كتر الفرحة اللي انا يعني شايفاها وعملتها فعلا، يعني بجد حاجة جميلة. انا جربت لكم الكاميرا خالص كده علشان خاطر تشوفوا الحتة دي. كانت كذا رقعة على بعضها، يعني النيبر كان بيخش فيها بصعوبية جامدة. حتى لو المكنة مش عارفة كانت المكنة هتخش فيها ولا لا، بس ان شاء الله انا هعملها على المكنة بتاعتي بقى فيما بعد يعني. بس انا يعني كنت يعني مستعجلة. كان داخل العيد، علشان دخلت العيد وكده يعني، فانا كنت مستعجلة. تمام. كنت ان انا عايزة اخيطها واخلص، بس انا ما كانش عندي اللي هي الابرة بتاعت المكنة اللي بتخش في السميك. فانا يعني حاولت ان انا انجز نفسي باقل التكاليف وباي حاجة موجودة عندي وخلاص. هي ما كلفنيش بس في الموضوع ده غير مثلا يعني 40 جنيه بالظبط يا بنات والله. بجد جبت الاسكوتش، يعني جبت الاسكوتش 3 متر سكوتش، وكان عندي ستارة تانية صغيرة يعني حوالي متر ونص كده. المتر كان ب10 جنيه. مش فاكرة هو عامل معايا يعني، احسبوها انتوا بقى يا بنات. انا جبت يجي حوالي 4 متر ونص، بس يعني خصمت 8 ونص. يعني هو كان عامل 40 جنيه او 45 جنيه بتهيألي حاجة زي كده. تمام. انا كنت جايباه مع طلبات وحاجات تانية، فيعني كان في خصم برضو كده. يعني انا بشتغل في الهاند ميد والحاجات، وان شاء الله جايبه لكم افكار توك للعيد، حاجة جميلة جدا باذن الله. بس يعني كل سنة وانتم طيبين. العيد الأضحى ما شاء الله حاجة جميلة ما شاء الله. وفرحة العيد عايزة اقول لكم ان انا كنت بعمل الستاير دي، اولادي كانوا العيد امتى يا ماما ما اعرفش. يعني انت بتعملي الستارة دي عشان العيد؟ يعني فرحة الاولاد وفرحة العيد، وهقدم لكم زينة العيد العيد الاضحى ده بطريقة جميلة جدا، ويا رب تعجبكم. بس بالله عليكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا اللايك علشان أفكارنا الجميلة جدا بإذن الله. تمام. هكمل معاكم بقى البرجع كامل، ونيجي واحنا كده بنلزق في بعض على البرتكانة، وتشوفوا الطريقة التحفة الجميلة دي. ورجعنا لكم يا حبايبي، خلصنا كده خياطة البرجع. جينا بقى ان احنا هنلزق كل حاجة على البرتكانة. تمام. بدأت كده ان انا اظبطها. عايزة اقول لكم ان الاولاد كانوا عمالين يلعبوا يعني جنب مني يعني زربطول الدنيا بجد. الالعاب كلها في حتة حتى تشوفوا الالعاب متبهدلة خالص. بس انا سبتهم يلعبوا واحدة واحدة عبال ما اخلص بس، وبعد كده قمت بقى ظبطت الدنيا. شوفوا انا هنا بدأت ان انا الزق واحدة واحدة كده، واظبط الدنيا واعدل الكشكشة والكسر اللي هي موجودة في البرجر. تمام. واظبط الدنيا يعني وبعد يعني ما ظبطت الدنيا كده واحدة واحدة خالص، وبقيت ان انا اظبطها كل حاجة طبعا بالمسطرة زي ما احنا متفقين. تمام. هو علشان بس البرجر طويل والبرتكانة طويلة شوية، يعني كانت يعني
كانت حاجة متبهدلة، بس انتي حضرتك لو انتي مثلا عندك الحاجة صغيرة هتعرفي ان انتي تظبطي الدنيا. هو طبعا انا كنت متغلبة على البهدلة دي لان انا بحب الشغل ده وبحب النظام وبحب الترتيب. ويعني بعد ما خلصت ده كله جبت المكوة وظبطت يعني المكوة قبل ما اعلق الستارة، جبتها وظبطت كل الكشكشة والكسر اللي ايه اللي حصلت في البرجر دي. تمام. وطبعا علشان انا كنت غسلاه كنت بحاول بقدر الامكان ان هو يعني ايه ما يتطربش ولا يتعفر مني، كنت كانسه كل حاجه المكان اللي بقعد فيه وكل حاجه، كنت مظبطه الدنيا بحالها علشان خاطر حاجتي ما تتبهدلش وما ايه تتعفش. العيال كل يعني اولادي كانوا عايزين ان هم يعملوا معايا كل حاجه يعني، ربنا يبارك فيهم يا رب. عايزاكم تدعوا لهم بجد يا حبايبي يعني، تدعوا لهم بجد يعني. شوفوا بقى الحلاوة والجمال بعد كده بعد ما انا ايه يعني ظبطت الدنيا، ومش عارفة بصراحة اقول له ايه، والله انا مش عارفة بصراحة اقول لكم ايه. يعني حاجة انبهار. انا علقتها هو كده يعني في اي وقت انا عايزة ان انا اجلحها هشد البرجر ومن البرتكانة كده وهاخده واغسله وارجع تاني اعلقه في ثواني يعني، وانا واقفه على السلم كده في ثواني، حاجه في ثواني، بدل ما كنت المسمار واربط في المسمار والدبابيس يعني بقالهم فتره طويله ما تغسلوش، وكنت اجلع الخشبه والبرتكانه مع البرجر واروح احطهم في البلكونه، وكانوا بيجيروا علشان اغسلهم، كانوا عايزين عليهم تراب اغسلهم بالخرطوم في البلكونه، يعني كانت بهدله بجد. كده انا عملته وغسلته مرة يعني وظبطته، والله ما شاء الله يعني الحمد لله. فكرة جميلة جدا جدا، عايزاكم تجربوها بجد يا بنات، وتجربوها يعني. انا كده علقت كل حاجة شوفوا يعني بصوا حاجة جميلة. لا لا بجد يا بنات حاجة جميلة، حاجة تحفة يعني. كل ان انت تعملي حاجة كده وانت راضية عنها وانت نفسيتك انت اللي عاملاها ونفسيتك راضية عن الحاجة دي، ما شاء الله ما شاء الله بجد. يعني انا عملت انجاز وعملت ابداع وانا فخورة بنفسي جدا جدا. وادي الستارة التانية هي كمان والبرجر التاني انا ظبطته وعملت، انا اللي عملت فيه كل حاجة، ما حدش ساعدني ولا انا اللي كنت بقيت اعمل كل حاجة. الحمد لله اللهم لك الحمد يا بنات. وعايزاكم تدعوا لاولادي بالهداية، ويعني تشتركوا في القناة وما تنسوش تحطوا اللايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد منكم. وأسيبكم مع الإبداع ده والجمال ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.